أهلا بكم أيها الأصدقاء. بعد حملة بروباغندا إعلامية أمريكية وأطلسية امتدت لأكثر من عام مصحوبة بأحلام كسر روسيا في الحرب، بدأت معجزة الطيران الأمريكي F-16 طلعاتها الأولى بسقوط تسبب بعاصفة يأس لدى صناع القرار في دول الأطلسية. فبعد دبابات أبرامز وليوبارد وتشالنجر وصواريخ هيمارس وستورم شادو، جاء دور طائرات الإف 16 لتسقط كلها في اختبار التحدي أمام الأسلحة الروسية بصاروخ باتريوت أمريكي واحد، ومن دون أي جهد من الدفاعات الجوية الروسية. ضاع رهان الأوكرانيين والأمريكيين طبعا وكل الأطلسيين لفرض معادلات عسكرية جديدة في ميدان الحرب. النتائج الأولى للتحقيق في أسباب السقوط أشارت إلى فشل التنسيق بين منظومة الباتريوت والطائرة المحطمة وطيارها القتيل، وسريعا تمت إقالة قائد سلاح الجو الأوكراني، وبالتالي وبدل أن تكون طائرات F-16 نعمة للأوكرانيين تحولت إلى نقمة. الروس ضحكوا وسخروا بالقول أن الأمريكيين لا يريدون أن يحصل الضباط الروس على مكافآت إسقاط الإف 16. وقد بدأ الأمريكيون التشكيك بقدرات الطيارين الأوكران في قيادة تلك الطائرات باحترافية، وجاء سقوط مفخرة الطيران الأمريكي لعقود، فيما القوات الأوكرانية تدفع أثمان مغامرتها في كورسك الروسية. وأول رد سياسي روسي على استفزاز هجوم كورسك كان الرفض النهائي للتفاوض مع نظام كييف. أما الرد العسكري فأخذ ثلاث اتجاهات: الأول هو مواصلة التقدم في مناطق الدنباس، والثاني هو التركيز على قتل كل الجنود الأوكران الذين توغلوا في كورسك وتصفية من معهم من المرتزقة. أما الاتجاه الثالث فهو عبر ضرب منشآت الطاقة والسكك الحديد ومخازن الأسلحة والمطارات العسكرية بموجات قصف صاروخي وجوي، وهذه المرة طالت مناطق غرب أوكرانيا وأوديسا على البحر الأسود. إذن يمكن القول أن مغامرة كورسك، والتي توقع خبراء غربيون أن تنعكس كارثة على أوكرانيا، فإنها وضعت حدا لأي مفاوضات سياسية على الأقل في المدى المنظور وإلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. وتقول روسيا إنها ستواصل عمليتها العسكرية حتى تحقيق كامل أهدافها. وفي الدرجة الأولى طرد الأوكرانيين وما يسمونهم بالمرتزقة من كورسك، والسيطرة على ما تبقى من أراضي الدنباس تحت سيطرة الأوكران. وفي المدى المنظور فإن مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك مرورا بكراسنا أرمسك ستكون هدفا للقوات الروسية.